انا شايفه هنا كده باميايه كده كبيره، شايفين؟ تاني حاجه معانا وهي اللي انا متحمسه لها جدا جدا، الفراوله المجففه بالتبريد. هم محطوط كده هنا زي ستيكر عشان يتاكدوا بالفتح في الموضوع ده. يلا بينا. حته حلوه، ده شكلها كده من جوه، متحمسه لها جدا. هي فراوله صغننه، حبه حبه كامله بس صغنونه الفراولايه شويه. بسم الله. اسمعوا معايا القرمشه كده، طعمه لذيذ جدا جدا ومزز على مسكر، مش مزز اوفر زي المشمش، لا بالعكس، هو مقرمش اكتر من المشمش كمان. اللي هو انت ممكن تخلصي العلبه وانت قاعده عادي. حبيت. في بعض وحدات القرمشه فيهم بتكون اقوى، مش كلهم نفس التست، بس في المجمل I love it. مشمش. ودلوقتي جربنا الفراولة المجففة، هنيجي لآخر حاجة وهي الكينج بتاعنا، هو الخضار المجفف بالتبريد. يلا بينا نشوف هيبقى عامل ازاي. نجرب الخضار المجفف. حاطينه كده جوه حاطينه كده في كيسة شبه كده. فيلا بينا نكتشف مع بعضينا اللي موجود جوه. بس ريحة تحفة، ريحة جميلة جدا. فيلا بينا بقى نشوف المحتويات اللي في الكيس وندوق مع بعض ونكتشف مع بعض الخضار المجفف. انا شايفه هنا كده باميايه كده كبيره، شايفين؟ بس انا هسيبها اخر واحده. اوه، وات از ذس؟ ده بنجر، شكله غريب، مش عارفه ايه ده. تهيألي هو ده البنجر. امال ايه التاني ده؟ في منه كتير. ده ايه ده؟ شكله غريب قوي. حد يعرفه؟ ده افوكادو. ده افوكادو. اوكي. كوسه. خلينا ندوق كده ونقول بسم الله. اول حاجه جت في ايدينا وهي الجزر، ده شكله. نقول بسم الله.